السلام عليكم شباب، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، واموركم كلها مزيان وتمام صحه وعافيه ان شاء الله. الكماله ديال الحصص ديال الناس ديال التوجيه، هاد الفيديوهات هادو ديال الايامات خصناهم الناس مقبلين على التكوين المهني، الناس اللي باغي يدخلوا التكوين المهني. كنسمعوا بزاف د المرات تساؤلات: شنو الشعبه اللي مزيانه، شنو ندير باش تنصحوني، شكون اللي عنده افاق، شكون اللي ما عندهاش افاق. هاد التساؤلات كامل كنسمعوهم من عند الدراري. المهم الا تبعتي معنا هذا الفيديو ان شاء الله غتعرف بزاف ديال الحويجات خصوص الشعب والقطاعات اللي كاينين. حنا ديجا هضرنا في الحصه اللي فاتت على مجموعه ديال المعلومات، ولكن اليوم غنكملوا ان شاء الله. بالنسبه للشعب، الشباب اللي كيتقراو في التكوين المهني راه كلهم عندهم افاق. ما كاينش شي شعبه كيقريها التكوين المهني وكيضيع فيها هكاك لي زينيرجي هي هكاك. كلهم الشعب ما كيتحطوا الا بعد دراسه الميدان او دراسه السوق. ما كيتحطوا الشعب الا بعد ما كيتقترحوا من طرف الباترونيه، من طرف الناس مالين الشركات، الناس اللي لاباس عليهم، هما اللي كيحطوا التكوين المهني المخطط. شنو هما الشعب اللي يقري، زائد الاكراهات الدوليه. يعني راه المغرب ما تيفورميش الناس غير المغرب، راه تيفورمي الناس حتى للخارج. دابا كنلاحظوا بان الدبلوم المغربي ديال لوفيس ديال لو اف بي بي تي ولا مقبول في العالم، يعني عنده اقبال في العالم، ولا عنده سمعه زوينه في العالم. يعني كنشوف كاين دراري كيمشيو لاوروبا، كاين دراري كيمشيو للخليج، كاين دراري كيمشيو لكندا، كاين دراري كيهبطوا لافريقيا كيخدموا. يعني الدبلوم ديال المغرب مشهور ومعروف. اي تخصص درتيه وقريتي فيه وعطيتي فيه مزيان وخديتي لي كومبيتونس ديالو وخديتي المهارات ديالو، سي نورمال غادي تدبر على راسك وغادي تخدم مزيان ان شاء الله. يلا شباب خليكم معنا بعد الفاصل ونواصل. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شباب، ملي تيكون عندي الهاجس ديال التوجيه، اول حاجه كنقصدها او اول وجهه كنقصدها هي السيت ديال لو اف بي بي تي. كندخل للسيت ديالي وكنتفحصو مزيان وكنتمحص مزيان دوك المعلومات اللي فيه. كما قلنا في الحصه اللي فات غنلقى 3 ديال لي زون. او الحاجه الاولى، الا ما كنتش كنعرف الفرنسيه بعدا نحاول نقلبوا للعربيه، راه عندي تما في الفوق في بلاصتو فين نتقلب العربيه، نردو بالعربيه وكنلقى 3 ديال لي زون تيكونوا قدامي: البحث عن التكوين، فضاء المتدربين، وفضاء المقاولات. راه هضرنا عليهم كل وحده بوحدها. ملي كنهبط للباج لتحت كنلقى واحد 3 ديال الحويجات تما، اللي منهم: اتعرف على نفسي، اكتشف عرض التكوين، او لا اطلب مساعده التوجيه. هادو كلهم، هادو 3 الخانات هما اللي ندخل لهم. انا في هاد الحاله هادي غنختار الوسطانيه باش نشوف القطاعات اللي كاينين. وهنا قدامي مجموعه من القطاعات، راه ديجا شفناهم في الفيديو اللي فات، لا داعي باش نعاودوهم. حنا غنختاروا مثال ديال هاد القطاعات، نختاروا واحد منهم اللي هو قطاع السيارات. هنا الشباب فاش كنختاروا اي قطاع كيف ما اختارنا كيعطينا مجموعه المعطيات عليه ومجموعه الاحصائيات. فهمتي؟ تيقولك شكون هو هذا القطاع، شحال ديال الناس يطلب، شحال ديال هذه، شحال ديال هذه. زائد تيقولك الكفاءات الاكثر طلبا من لدن المشغلين. يعني شنو هما الخصائص اللي خصهم يكونوا فيك الا بغيتي تلقى بلاصه في سوق الشغل. هنا تعطيك مجموعه من الخصائص ومجموعه من الخصال اللي كتناسب كل قطاع. يعني انت هنا كتشوف دوك الخصال اللي مطلوبين واش راه فيك ديجا ولا ما فيكش. وهنا تيقول لنا بان هذا القطاع هذا تيوفر 31 شعبه. وهنا المؤسسات اللي كتخول لك هذا القطاع هذا راه 153 مؤسسه تلقى فيهم هذا القطاع هذا. باش نزيد نفهم الشباب مزيان ونفهم اكثر كل قطاع على حده، هنا راه دايرين لي واحد البليصه اللي كنتيليشارجي منها الكتيب الخاص بكل قطاع. هنا قلنا كناخذوا قطاع السيارات او قطاع مهن السيارات هو المثال. دخلوا لهذا الكتيب هذا على شكل بي دي اف، وكيعطيني خطاطه مفصله على هذا القطاع شنو فيه، شنو هما الشواهد اللي خصني، المستويات اللي فيه، التخصصات اللي فيه، شحال من شعبه كاينه، شنو الامتيازات اللي خصني تكون عندي باش ندير هذا القطاع. يعني الا عطيتو شويه د الوقت لراسكم وشويه د الخاطر لراسكم راه تلقاو بزاف ديال المعلومات. هنا تيقولنا بان تنقدر نلقى تكنيسيان سبيسياليزي، وتنقدر نلقى تكنيسيان، وتنقدر نلقى الكاليفيكاسيون، ونقدر نلقى حتى ديال التكوين بالتدرج. وكلهم كاينين، والمؤسسات اللي كاينين فيهم يعني سي دو سويت. يعني تعطيك كاع التفاصيل الممله على كل قطاع بوحديته. يعني ما تعكزوش، دخلوا للسيت وقلبوا على راسكم واختاروا الشعب اللي يناسبكم. الشباب في هذا الكتيب هذا بالنسبه لقطاع السيارات كانوا بروغرامين باش 2023 يوصلوا رقم المعاملات ديال 9 مليار فاصلة 2 ديال الاورو، ويقدروا يوصلوا ديال اكثر من 250 شريك
وطني ودولي، ويقدروا يوصلوا حتى ل90 مليار، حتى 90% ديال الصادرات نحو الخارج، و80% موجهة للاتحاد الأوروبي. هنايا الشباب تيقول لنا بأن في هذا القطاع كاينة دو فورماسيون، جوج الأنواع ديال التكوين لي كاليفيون، لي فورماسيون كاليفيونت يعني كتعطيك واحد الشهادة، وكاينة في هاد التخصصات هادو اللي كيبانوا دابا، وكاينة فورماسيون ديبلومونت هي اللي في الجهة الأخرى اللي فيها تكنيسيان سبيسياليزي واللاج ديالو ليميتي هو 30 عام، وكاينة فيها تكنيسيان أو المانتونونس ديال لي زونجان، وفيها الدياغنوستيك، وفيها التكنيكو كوميرسيال، وكاينة بالتكنيسيان وفيها تكنيسيان اون ريباراسيون دي زونجان ا موتور اوبسيون اوتوموبيل، وكاينين يعني كاين بزاف ديال التخصصات. المهم دخلوا لهاد الكتيب هذا وغتكتشفوا بزاف ديال الحويجات فيه. والسلام عليكم والشباب.